اريد اسالك عن قصيده هذا الغريب منين؟ هذه القصيده يعني قبل كانها بدايه العزاء الحقيقي للامام الكاظم. سلام الله عليه. يعني هذه ربما تكون مبالغه يعني بهذا التوصيف، لكن فعلا لم يكتب عن الامام الكاظم بهذه الحميميه، بهذه العاطفه اللي قربتها من الناس، مثل هذه المفرده هذا الغريب. ابيها قصه هذه شو؟ طبعا هذه انا نزلتها ونزلوها على اليوتيوب. هاي كنا في سوريا. نعم. واجى اخوي حج باسم، تحياتي لحج باسم الكربلاي رادود الكبير العملاق. اجى لسوريا لما كنا احنا في زمن الغربه وكنت في سوريا انا موجود. اجى ايام رجب. نعم. ايام رجب بدا من وفاه الامام الهادي، واستمرت مجالسه الى وفاه السيده زينب، وبعدين وفاه الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه. نعم. الاخ حج باسم كان عنده شقه في سوريا وكانوا عياله معاه، وقعدنا بالبيت. طلب من عندي اكو قصيده قاريها هو الاستاذ جابر الكاظمي، قصيده ملمع مال قصيده يا ايها الاكبر تسقى من الكوثر. نعم. فقال اريد على هاي الطريقه بس بالشعبي. انا توجهت للامام موسى بن جعفر سلام الله عليه وطلبت منه ان يساعدنا على كتابه لسوريا. فبالحقيقه كانت بصمات الامام على القصيده، انا عقيدتي القصيده كانت عليها بصمات الامام موسى بن جعفر عليه الله. ولذلك تشوف القصيده توفقت وتخلدت الى يومنا هذا، كل سنه تقرا نفسها، كانت عليها بصمات الامام. انا راسا رسمت امام عيني حاله نعش الامام موسى بن جعفر. انت اخذت مشهد الجسر. مشهد الجسر. يعني انا بعدين انا كثير من الشعراء قالوا لي سيدنا انت دخلت دخول مخالف يعني للمألوف. شلون؟ انت راسا دخلت عاده الميت يشيعه، لما راسا دخلت بشهاده الامام وبعدين رجعت الى الحديث عن وضعيه الامام.